السلام عليكم. يلا بينا ندمس الفول. شايفين شكله مزبد ازاي ولونه فاتح؟ هندمسه بكل سهولة. هندمس الفول مرة واحدة في أول شهر رمضان، هيكفي معانا الشهر كله، هيعمل معانا كمية حلوة جدا. هندمس الفول من غير دماسة، هندمسه في الحلة بكل بساطة وبطريقة سهلة ومن غير فزلكة. الفول في البيت نبقى ضامنين نظافته وانه مش متضاف له اي مواد مضرة. انا معايا كيلو فول. الفول اللي معايا ده فول بلدي، اكون نقعاه قبلها بليلة، غسلاه كويس جدا ومنقياه لو في اي فولة مش نظيفة او فولة بايظة او مخرومة، وانقعه قبلها بليلة. بعد النقع اصفيه من المية بتاعته واشطفه مرة كمان. ومعايا نص كوباية فول مدشوش ونص كوباية عدس مغسولين ومعلقتين خل ونص ليمونة. اجي بقى في حلة احط الفول وعليها العدس والفول المدشوش. ممكن بدل الفول مدشوش احط بليلة، اكون غسلها كويس واحطها على طول، والخل وعصر النص ليمونة. هسيبهم زي ما هما كده على الوش، مش هقلبهم. ومعلقة بابريكا، معلقة صغيرة بابريكا، ومية سخنة مغلية. ارفعه على النار، على نار عالية، واسيبه نص ساعة يغلي. الحلة اللي استخدمها لازم اكون متأكدة انها مش بتلسع الاكل. بعد ما سبته يغلي شوية انقله بقى على نار هادية جدا، يعني النار انا عايزاها تكون شمعة. احطه على النار الهادية دي واسيبه 3 ساعات. مش عايزة افتح عليه قبل ال3 ساعات، والمية اللي اكون حطاها تكون كافية عشان المية مش تنشف ويتحرق مني. بعد ال3 ساعات افتح عليه، ابص عليه، لو المية لقيتها قلت ازود له مية. المية لازم تكون مغلية، واديله تقليبة وغطيه تاني. بعد ساعة ونص ابص عليه تاني، لو لقيت المية قلت ازود له مية تاني. المية اللي بنحطها على الفول من اوله لاخره لازم تكون مية مغلية، ما ينفعش نستخدم مية ساقعة او مية فترة. كل ساعة ونص او كل ساعة ابص عليه واقلبه تقليبة، ولو المية لقيتها قلت ازود مية مغلية. شايفين بقى الفول؟ شايفين استوى ازاي؟ الفول سخن جدا. شايفين الفولة استوت ازاي وبقت دايبة معايا؟ اسيبه بقى ساعة كمان على النار عشان يزبد اكتر. الحلة اللي استخدمها لازم تكون حجمها كبير، لان الفول حجمه بيزيد بعد ما بيتدمس. واعمل حساب كمية المية اللي هنحطها عشان كمان المية مش توقع من الحلة لما الفول يكون بيتدمس. بعد ساعة بصيت عليه كان زبد واستوى. هنا بقى انا سبته يبرد خالص عشان احطه في اكياس وافرزه. بعد ما سبته يبرد الاقيه تقل. اقدر بقى في الوقت ده بعد ما يبرد خالص ان انا ازود له مية فترة. بعد ما يستوي خالص ارفعه من على النار ويبرد. اقدر في الوقت ده ازود مية فترة واقلبه لحد ما يوصل للقوام ده.
يلا بقى نعبي الفول في الأكياس واحطه في الفريزر عشان يبقى جاهز معايا طول شهر رمضان. هندمس الفول مرة واحدة بس في أول الشهر وهيكفي معانا الشهر كله إن شاء الله. أنا كارلا ودي قناتي كارلا في المطبخ. لو عجبتكم القناة دوسوا اشتراك ولايك. هحط الفول في الأكياس واطلع الهواء منها واقفلها، واحط الأكياس في الفريزر واطلع الكيس وقت الأكل. الفول منكشفش عليه الغطا كتير، كمان منزودش المية قوي عشان مش يبقى خفيف. امسك الفولة بايديا وادوس عليها، لو لقيتها اتهرست في ايديا بسهولة والقشرة اتهرست بسهولة يبقى كده الفول استوى. لو لقيتها لسه ناشفة شوية اسيبها شوية كمان. هعبي بقى بقية الكمية. ما ينفعش اعبي الفول في اكياس البلاستيك وهو سخن، كمان ما ينفعش ادخله الفريزر وهو سخن، لازم استنى ما يبرد عشان اعبيه وادخله الفريزر. شايفين كيلو الفول عمل معايا كمية قد ايه؟ الفول اديله غلوة الاول وبعد كده احطه على نار هادية جدا، مش هفتح عليه النار قبل 3 ساعات، وبعد ال3 ساعات كل ساعة او ساعة ونص ابص عليه، لو المية بتاعته قلت ازود له مية لحد ما الاقيه استوى. شايفين الفول لونه فاتح ازاي ومزبد؟ بألف هنا.